عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة عندنا أسباب زيادة الوزن. المرة عايزة أقول لكم أنا كتبتهم المتهمين الخمسة في زيادة الوزن، لأن إحنا عندنا 5 حاجات أو 6 فعلا هم أساس زيادة الوزن. إن الوزن مش مجرد شكل، ولكن أصبح يا جماعة مرض مزمن. منظمة الصحة العالمية قالت عليه ان هو من الامراض المزمنه واعتبرته وباء. ليه؟ لان عندي من 3 ل 10 اشخاص مصابين بالسمنه. دول الخليج فيها 40% ناس عندهم سمنه. يعني كل ده بسبب نمط الحياه. السمنه اصبحت بتاثر على حياتنا، بتاثر على اعضاء اجسامنا، بتاثر على الكبد وعلى البنكرياس وعلى الامعاء وعلى القلب، بتاثر على جميع الاعضاء. فعشان كده احنا بنقول انها اصبحت حاجه خطيره، مش حاجه سهله. كنا بنقول ده عنده سمنه وخلاص يعني. ف وما بتظهرش للاسف، بتظهر لما تحصل مضاعفات. ليه؟ برضه عشان تبقى حضراتكم عارفين، لان السمنه ممكن تكون بدات في الاعضاء الحشويه، ما بداتش من بره. انا ما شفتهاش بره، لكن بدات في الاعضاء الحشويه. يعني في امراض بتبتدي نتيجه سمنه الاعضاء الحشويه، تبتدي يحصل مضاعفات، ففجاه واحد يلاقي عنده سكر او يلاقي عنده ضغط. فمن هنا بتكون الاسباب يعني. احنا عندنا الهرمونات والجينات هي المتهم الرئيسي فيها. هنتكلم عليهم كل واحد لوحده. مقاومة الأنسولين، غدة الدرقية، هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، ومعاهم هرمون الجوع. معلش، عندكم هرمون الجريلين، هرمون الكورتيزول، والجينات والوراثة. وما أصبحتش الوراثة بالنسبة لنا مشكلة على فكرة، يعني حتى الوراثة ما أصبحتش مشكلة. خلينا نتكلم عن الأنسولين. هنقول الأنسولين بيساعد جسمي على إنه يمتص السكر، لأنه هو الناقل للسكر إلى الخلايا. لو أنا عندي مقاومة أنسولين، لو أنا باكل نشويات وباكل سكريات، فأنا كده بفرز أنسولين بكميات كبيرة. لكن بعد فترة بلاقي معانا حاضر بعد فتره بلاقي معانا ان احنا لا، هو مش قادر يدي، يا اما الكفاءه قلت في الانسولين، او هو بدا يرهق فبدا ما يدينيش انسولين. في الحاله دي في البدايه اصلا بتبقى الخلايا هي عملت المقاومه نفسها، هي اللي رفضت انها تاخد انسولين. لكن للاسف كل لما باكل مقاومه الانسولين لما بيزيد عندي، انا باخد انسولين تاني من البنكرياس، لان بتوصل اشارات للمخ احنا عندنا سكر لكن ما فيش انسولين، يعني مش باين الانسولين. فتبتدي العمليه دي تزداد، وبالتالي انا عندي كميه سكر كتير، لكن ما عنديش اللي يصرف لي هذا السكر، ما عنديش اللي يحرقه، ما فيش الامكانيه دي. فكله اما بيتحول الى دهون. عندنا حلين: نقلل سكريات ونشويات عشان نقلل نسبة الأنسولين، نصوم صيام متقطع عشان نساعد البنكرياس على إنه يشتغل، لأن فترة انقطاعنا عن الأكل هي فترة بنحاول ننشط بيها الأنسولين إنه يدخل الخلايا. هنا بيجي دور اليونيميت الصبح، وبيجي دور البايز لايف بعد الظهر. اليونيميت بيبتدي هو يشتغل على إنك أنت ما فطرتش خالص، فيبتدي يحرق دهون. حرق الدهون اللي موجوده، او حتى حرق السكر لمريض السكر بتبتدي تتم. بس عايزين نقول هنا حاجه يا جماعه، نراعي ان مريض السكر اللي هيبقى انت بتتابعه، مريض السكر ده محتاج ياخد الانسولين في ميعاده. فكل اللي هيحصل ان احنا هنديله اكلات ما يكونش فيها نسبه نشويات وكربوهيدرات عاليه، عشان يبتدي يتعامل مع اليونيميت وما يجراوش حاجه او يحصل له سايد افكت يعني. وكذلك البايز لايف او السليم نفس الشيء، هو بياكل بعد كده فمش مشكله، الالياف هتشتغل مع الفيتامينات تنظم الحرق. لان الغده الدرقيه اللي بتنظم لي معدل السعرات الحراريه اللي دخلت جسمي وتبتدي تحرقها. امتى اقول عندي خمول غده درقيه؟ لما يكون عندي نقص يود، او عندي نقص سيلينيوم، وفي حاجات تانية كمان. ممكن يكون عندي نقص فيتامينات ومعادن، ممكن يكون عندي نقص فيتامين د، ممكن يدخل معايا بالنواقص دي لانه يبقى عندي خلل مناعي، يعني يتحول لمرض مناعي. واقول
الانسان ده مصاب بمرض اسمه الهاشيموتو، اعتقد كلكم سمعتوا عنه. فكسور الغده الدرقيه كده بتقلل لي معدلات الحرق، لانها ما بقتش نشطه عشان تحرق، هي المنظم للحرق فما بقتش نشطه، هتحرق ايه؟ فبالتالي الوزن يزيد. مع الزياده طب انا هعمل ايه؟ برضه هقلل اكل. طب واذا كنت انا ما بقدرش على اني اقلل اكلي واعمل رجيم، يبقى هنديهم البرنامج ونقول لهم ده الحل بتاعكم، ونبتدي نتكلم مع الناس على اهميه اليونيميت واهميه السليم والبايظ لايف. احنا عايزين نحسن صحة الامعاء. انا عايزة هنا اقول في صحة الامعاء حاجة. في ناس تقول لك انت ازاي هتحسن صحة الامعاء، وايه وضع الامعاء في الغدة الدرقية يعني. انا هنا هقول لكم حاجة كويسة جدا. الامعاء لو ما صلحتش هيبقى الامتصاص فيها اقل، يعني الامتصاص ده مش هيوصل لي، السكر مش هيوصل لي. فعشان كده لازم يبقى في عندي صحة الامعاء عشان ما تقللش من امتصاصها، تقدر تأدي وظيفتها. الغده محتاجه من اكلي ومن حاجتي يود وسيلينيوم، فازاي هيوصلوا لها اذا كانت الامعاء عندي بعافيه؟ دي حاجه. وزي ما انا قلت لكم عندي كمان حاجه مهمه جدا، تي 4 وتي 3، ويمكن انا اتكلمت عنها في محاضرات سابقه. التي 4 عشان يتحول لتي 3 ويبقى مفيد ليا في الغده الدرقيه، ده اللي بتعمله الامعاء، اللي بتعمله البكتيريا النافعه. طب اذا ما كانش عندي بكتيريا نافعه يبقى الغده الدرقيه تتاثر. عشان كده في ارتباط ما بين الامعاء وما بين الغده الدرقيه. واضح يا جماعه؟ ان شاء الله يا رب يكون واضح. واللي بيعرف يكتب بقى يكتب. لحظه واحده. هرمون الليبتين او هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع، بنقول عليه الجريلين، والشبع بنقول عليه الليبتين. هرمون الليبتين بيبقى موجود عندنا في الخلايا الدهنيه. انا حبيت اقول لكم اماكنهم فين، لان احنا بنقولهم بس احنا مش عارفين مكانهم فين. موجود في الخلايا الدهنيه بتاعتنا، هو اللي هيديني احساس الشبع. لو اتعطل انا هفضل اكل من غير ما يجيني احساس بالشبع، مفيش شبع. طب معنى كده ان انا باكل طول الوقت، معنى كده ان انا بزيد في الوزن. يعني كده هو كانه مقاوم هرمون الليبتين. انا ما بقولش للاكل لا، لان انا معطله هرمون الليبتين. فعلى طول الوقت الشخص نفسه حاسس بانه جعان طول الوقت، فيبقى في افراط في الاكل، وده بيزيد كمان بقله النوم، وهنتكلم عنها بعد كده. والالتهابات المزمنه، سوري، الالتهابات المزمنه ليها برضو دور في الموضوع ده. يبقى انا عندي بهرمون الليبتين لو وقفته هيبقى عندي شعور مستمر بالجوع. يقول لك يا اخي انا باكل بس ما بشبعش، انا لسه واكل من نص ساعه، انا لسه واكل من ساعه، لكن ما فيش حاله شبع عندي. طيب يبقى بياكل كميات كبيره. يبقى المفروض واحنا حتى لو احنا بنتابع الناس، صدق الله العظيم، ان احنا نديهم وجبات متوازنه. انا مسميها التغذيه الذكيه بصراحه. يعني ما حد يكلمني اقول له خد التغذيه الذكيه، ان احنا يبقى عندنا بروتينات، عندنا الياف، واخر حاجه ياخدها هي الدهون، والدهون لازم ياخدها بس بكميه اقل، وياخد دهون صحيه. ليه بكميه اقل؟ لا تزيد عن معلقه او معلقتين، لان هي دي لو مش موجوده الفيتامينات اللي موجوده في جسمه مش هتمتص. فاحنا محتاجين نعمل معاه ده. فلازم انتوا تبقوا يعني ما شاء الله عليكم، اكيد انتوا افقه مني في الموضوع، لكن من باب التذكره يعني. في الجريد عنده الحاجات دي. في الجريد بيقدر يعمل لي ده، بيقدر يديني احساس الشبع بالالياف اللي موجوده، لانه بيغطي لي 40% من معدتي ويطهر ويعلي لي البكتيريا النافعه، فيبتدي التي 3 يبتدي يشتغل، تبتدي الغده الدرقيه تنشط. فاحنا عندنا حاجات ما شاء الله على البرنامج بيعمل لنا حاجه جميله جدا، وهو ان اللي احنا بنتكلم عنه ده هو اوريدي دخل في هذه الاسباب وبدا يشتغل عليها اوتوماتيك. لكن احنا لازم نكون عارفين هو بيشتغل ازاي، ما علاقه هذا بذاك. الغده الدرقيه دي هو بيخش على اسبابها ازاي، وهو ده اللي انا النهارده بقوله، هو بيدخل على الاسباب من هذه الابواب. يبقى احنا عندنا كده. برضو هرجع اقول اليونيميت، وهرجع اقول البايز لايف او سليم او ايا كان بالانس، كله بيعمل نفس العمل.
هيملى لي 40% من معدتي، يبقى في الياف موجوده. وزي ما احنا قلنا برضو، خلينا نقول يا جماعه ده بينفع لبتوع التكميم، ده شيء مهم جدا. النوم، وهتكلم عن النوم في سلايد تانية. لازم يكون النوم منتظم، لازم يكون النوم حوالي من 7 ل 8 ساعات. وهنقول ليه النوم مهم. الحركة، الرياضة، مع وتكون بعد الأكل والصبح لو موجود. يبقى احنا عندنا الصبح يبقى قبل الأكل، بيبقى يفضل إنه يكون قبل الأكل. آه عندنا رابع حاجة، إشارات الجوع والشبع عند الجريلين. زي ما عندي الليبتين وقف، الجريلين ينشط، اللي هو بتاع الجوع. يعني انا عندي كده هرمون الليبتين ما اشتغلش، بقى مقاوم، الجسم بقى يقاومه. انا عايز افضل كده جعان. طب مين اللي عامل كده؟ هرمون الجوع اللي هو الجريلين، هو اللي بقى هو انشط واحد، فبيحفزني. موجود فين؟ موجود في قاع المعده، المكان اللي بيتقص من المعده يا شباب. عشان كده تلاقيهم هم كلهم ايه. مش هتكلم عن التكميم، خلينا نقول التكميم بعد كده في حاجه في حته تانية، لانه موضوع برضو طويل يعني. لكن مكانه في قاع المعده. فهو قبل الوجبه بيبتدي يتحفز، ومشكلته ان يزيد اكتر مع قله النوم، مع السهر. تلاقي بقى عالي قوي، وتلاقي الناس بالليل تقوم الساعه 12 والساعه 1 ياكلوا ويعملوا فطير ويعملوا مخبوزات ويفرجونا هم بيعملوا ايه، وكانهم بيعملوا حاجه صحيه بصراحه يعني. ففي حاجه كمان في الجريلين بيعملها معانا، بيعمل خلل في قدره المخ على اتخاذ القرارات. تخيلوا، هرمون صعب جدا ان انا بالنسبه لي ان يدخل في اتخاذ قراراتي انا وشغلي انا. يعني صعب بالنسبه لنا، صعب يعني. فعشان كده هتلاقوا الانسان من ناحيه الاكل ما بيقدرش ياخد قرار ويقول لك انا لا، انا هبطل، انا هوقف. اذا الحل بتاع الفيليجريد هو الحل الناجح لاي حد يقول لك انا بعمل بقى دايت وبطلت، وانا بطلت، انا بجوع فبرجع اكل. وفي ناس تكسر الصيام وتكسر الدايت بسبب انها عايزه تاكل. فاحنا عايزين نبلغهم ان في الجريد ممكن يحل لهم حتى المشكله دي. في واحده قالت لي انا طول الوقت جعانه، ازاي انت عايزه تاكليني وجبتين؟ التانية تقول لك لا 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 لا، انا مش هشرب ميه خالص. انت ازاي عايزه تشربيني ميه؟ يا حبيبتي الميه دي عشانك. لا لا لا، انا ما بشربش كوبايه ميه على بعضها. اتعودي، انت عايزه تبقي صحيا كويسه، انت عايزه تنقصي ال 124 كيلو بتوعك. فلو عايزه تنقصيهم يلا اشتغلي معانا يعني. المهم يعني، فهنقول ان في الجريد بيعمل تنظيم عمليه الجوع، بالتالي بيوازن السكر جوه الجسم، ويبتدي السكر، يبتدي جسمي يحس بالانسولين، يبقى عندي حساسيه للانسولين، مش مقاومه للانسولين، ويبتدي اخد طاقتي وابقى عايشه كويسه ان شاء الله ان شاء الله. الكورتيزول ده احنا مسمينه هرمون التوتر، هرمون القلق، هرمون الضغط النفسي. وعشان هو بيفرز لما الحاجات دي تحصل معايا، لما الاقي نفسي انا والله النهارده متعصبه قوي، فتلاقي هرمون الكورتيزول عالي. احنا عايزين نعمل حاجه، هرمون الكورتيزول يعلى يعني الانسولين يعلى، يعني انا كده جعت، يعني سبب لي عمليه جوع. ومش بس كده، ده الاكل اللي هاكله هيتخزن دهون، وفي منطقه البطن. احنا المره اللي فاتت قلنا قد ايه منطقه البطن مشكله، بتعمل لنا مشكله ومشاكل صحيه كتير لو الدهون اتمركزت في منطقه البطن. بتغير شكل الخلايا الدهنيه. يعني تخيلوا لو هو عالي، بيبتدي حتى يلعب في شكل الخليه الدهنيه ويخليها تفرز مواد التهابيه. يعني ابقى انا كويس بس انا عندي التهابات. ليه؟ اصل انا ما بنامش فالكورتيزول بيعلى. طب انت عايز ايه؟ تعال خد بقى معانا اليونيميت يديك مضادات اكسده، وخد الكلوروفيل يديك مضادات اكسده ومضادات التهابات. الاثنين بيدوني الحاجتين دول عشان انا اقلل، عشان ما يبقاش عندي اضرار في الكبد ولا اضرار في القلب والاوعيه الدمويه. يبقى محتاج ان انا ادير التوتر. في ناس تقول لك انا يعني هعمل ايه عشان ادير التوتر ده؟ اهدى شويه، اهدى على نفسك، قوم واقعد. حاجات اللي احنا بقى بنقولها حتى في ديننا الاسلامي الحمد لله يعني. يعمل تمارين تنفس، يعمل تامل، يعمل يوجا، يهدى كده ويعمل الحاجات دي.
وينام كتير، يعني ينام السبع ثمان ساعات بتوعه. فلجريت هيقلل لنا الالتهابات، سواء كان اليونيمات او حتى الاسلام، ومعاهم الكلوروفيل ممتاز جدا في الموضوع ده. فهتخلص من الدهون اللي هي جاتني نتيجه التوتر. الجينات، شوف انا عايزه اقول لكم هنا حاجه في الوراثه. لما انا قعدت اعمل بحث يعني في الموضوع، اكتشفت ان الوراثه لمجرد ان هو يقول لي خلي بالك انت ممكن يجي لك ده، بابا عنده حساسيه صدر او ماما عندها سكر، يعني انا معرضه ان يجيني المرضين، ابتدي انا اعمل عمليه وقايه لنفسي، لاني انا كده كاني بنشط الجين. التعبير الجيني دي بيبتدي يتنشط. عندي حاجه وانا هقول لكم عليها، اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، الايبيجيناتكس. الايبيجيناتكس دي زي المفتاح كده، موجوده فوق الجين نفسه، يا اما تفتح يا اما تقفل، على حسب ايه؟ على حسب اسلوبي ونمط حياتي تبتدي تعمل الحكايه دي. طيب يا اما تشغله بقى وتصلح لي الدي ان ايه وتجدد لي الخلايا وتظبط لي الدنيا، يا اما تروح قافله وكل سنه وانا طيب بقى عيش حياتك يعني. فلاقي نفسي بعد كده النوم بيقل والتغذيه بيزيد، الاقي الرياضه لو هي مستمره هتفعل لي الجين. عشان كده احنا نقول ايه؟ نظم الاكل هيفعل الجين، هيفعلوا للاصلح يعني. طب انام كويس يبقى انا هحرق كويس. التوتر لا، يبقى هيقل الجين كده، هيتقفل عنده مفتاح يقفل ويفتح. الميكروبيوم، الميكروبيوم هنا البكتيريا النافعه، البكتيريا النافعه حاضر معلش. البكتيريا النافعه دي بتديني مواد شبه الهرمونات اللي موجوده من ضمنهم الجي ال بي 1. يمكن انا قلت لكم عليه قبل كده الجي ال بي 1. الجي ال بي 1 دوت موجود زي بالظبط، وموجود في ابر المنجارو، يعني انت بتاخد بديل ابر المنجارو لو احنا هنتكلم معاه. فبكتيريا الامعاء دي من الحاجات المهمه جدا اللي الالياف بتاعتي بتزودها. ولاقي في ناس عندهم تقول لك انا عندي تكرمه، انا عندي اسهال طول الوقت. الاسهال لانك بقالك كتير ما بتاخديش الياف. والمشكله اللي عندنا دلوقتي ان مش الالياف وبس، انت بقى عندك مشكله ان عندك بكتيريا غير نافعه، هي دي اللي عامله لك الاضرار دي كلها، مش البرنامج. لان واحد يقول لك لا انا خدت البرنامج حصل كذا فانا بطلت. لا، لازم يبقى عارف ان مش البرنامج، هي سلوكياتك، واحنا بنحاول ننظف ونطهر ونعقم ونزود الوقايه بتاعت حضرتك. دي معلومه الايبيجيناتكس، يعني نمط حياتي الصحي والتنظيم والتوازن هيعمل هيعمل لي المفتاح دايما مفتوح للخير بقى، خلينا نقولها كده عشان نسهل على الناس يعني. طيب، يبقى الفيل جريت هيعمل ايه؟ بيقلل الالتهابات، بيقلل الالتهابات. اليونيميت يقلل الالتهابات، في مضاد التهابات. هيحفز الجينات هنا عندي، يدعم لي الجسم لتفعيل الجينات اللي هتساعد على الحرق. انا هنا كتبت حاجه علوم بيولوجيه عن الفيل جريد، شويه معلومات جمعتها بس عشان لو شفناها نبقى عارفينها، وانا عارفه ان انتوا كويس، انتوا اكيد عارفينها. فكتبت الكلام اللي احنا بنقوله جمعتوه بس في السلايد ديت يعني. العوامل الخفيه اللي هي بتكمل لنا ده، احنا اتكلمنا عن اسباب زياده الوزن. في عوامل معاها تانية، في حاجات مساعدة تانية اللي احنا قعدنا نقول عليها، ده النوم، ده التهابات مزمنة، دي مش ضمن الغدد اللي احنا اتكلمنا عليها في الأسباب. يبقى دي العوامل اللي تبع الغدد بتاعتنا، فأنا قلت خليني نكتبهم مع بعض ونشوفهم إن شاء الله. التهابات مزمنة، التهابات ممكن أنا ما أحسش بيها على فكرة، يعني ما فيش حد عندنا التهابات لما بتبقى مزمنة. أنا عايزة أقول لكم إن الأعراض بتاعتها بتقعد فترة طويلة عقبال ما تظهر عندي. امال انا بشوفها مين؟ لو رحت حللت بالصدفه يوم يقول لي عندك كرات الدم البيضاء عاليه شويه. الميتنج هيخلص يا استاذ ابراهيم، لو حابين تكملوا تاني اهلا وسهلا بيكم. نقف على هنا، انا خلصت الاسباب بتاع زياده الوزن. معنا 10 دقايق لسه. والله طيب خلاص.
يعني يا دوب هم دول بس، يعني خلاص على خيرة الله. يلا. الالتهابات المزمنه دي بتبقى في وضع بتشغل الجسم على وضع حمايه مقاومه الانسولين نفسه. لما تبقى في التهابات مزمنه عندي بتشجع مقاومه الانسولين، فالشهيه عندي تبقى عاليه جدا. زي ما انا قلت لكم كده، الالتهابات ممكن تظهر في التحليل لكن ما تظهرش في جسمي الا بعد فتره تبتدي اعراضها تظهر عندي. سبب الالتهابات دهون البطن، ودي رقم واحد على فكره. قله النوم تعمل لي التهابات، التوتر المزمن، الأطعمة الصناعية. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الأطعمة المصنعة بلاش، الزيوت المكررة بلاش، احنا عايزين زيوت صحية، عايزين دهون صحية، عايزين السكر الزيادة، قلة الحركة، يعني نقول ايه، ممارسة الرياضة مهمة جدا، وخاصة بعد سن خاصة بعد سن ال30. في عندنا أعراض تانية. الأعراض هي زي ما احنا قلنا كده، في آلام مفاصل، وده كان عندي أنا بصراحة، نفخة بطن، ودي ناس كتير جدا بتشتكي منها، يقول لك ما عنديش حاجة بس عندي نفخة بطن وغازات ومش عارف أعمل إيه. تقلبات مزاج، ممكن تقلبات المزاج تبقى موجودة. نيجي على الأمعاء والميكروبيوم، أنا سميته الجيش الخفي. ساعات أقعد كده مع نفسي يعني. ليه بنقول عليه جيش خفي؟ لأن بكتيريا الأمعاء بتتحكم في موضوع الشبع، تفرز مواد تشبه البروتينات زي ما انا قلت لكم. بعض البكتيريا دي بتفرز بروتينات شبه جي اي ال 1، ده بيوصل للمخ. انا كل الضيوف عندي جايين ماشي. بيوصل للمخ، لما بيوصل للمخ بيدي احساس بالشبع اسرع لو انا عندي البكتيريا دي. طيب عشان كده بقول لكم المونجارو فيه جي بي ال 1، عشان كده هم اول ما ياخدها يقول لك انا بشبع، ده انا نزلت مش عارف كام كيلو. طيب كمان البكتيريا لما بتزيد بتعمل لي احماض دهنيه، دي حاجه كده يعني، لما بنكسر الدهون بيطلع منها حاجه اسمها حمض دهني، لكن سلسلته بتبقى قصيره، هو بيبقى طويل كده بس سلسلته لما بتتكسر بيطلع ده. ده بيحفز خلايا الامعاء انه يفرز لي كمان هرمون الالتهاب ومضاد اكسده، مع سليم برضو فيه مضادات التهابات هتبقى موجوده. هرمون الجوع يقل. تخيلوا بص كده، لمجرد ان البكتيريا النافعه دي موجوده هرمون الجوع بيقل. لما الميكروبيوم اللي هي البكتيريا النافعه يبقى فيه اعصاب عندنا في الجهاز الهضمي، في الامعاء في عصب اسمه العصب الحائر، العصب ده واصل بالدماغ، فالبكتيريا بتبعت للمخ على طول من خلال العصب وتقول له انا هتحكم في المزاج وهتحكم في الشهيه. فكده نعرف ان الامعاء او الميكروبيوم، عشان كده انا اطلقت عليه جيش بالنسبه لنا هيريحنا. فعندنا دلائل موجوده عندكم في الشريحه، وكتبت لكم نصايح، وقلت لو عايزه ميكروبيوم مبسوط عشان يديني نتائج لو سمحت شبعيه، يعني كتريه كده خليه جميل كده حلو. الساعه البيولوجيه واقصد بيها النوم. النوم عندنا بينظم لي الهرمونات. لو عندي النوم اتنظم يبقى مش هيبقى فيه قله نوم، لان لو في عندي قله نوم يعني في جوع موجود، وفي جوع طول اليوم كمان موجود. الانسولين يتنظم، خلوا بالكم كل ده بيشتغل اثناء النوم. الانسولين يتنظم، لانه لو ما تنظم، لو الانسولين عندي مش متنظم هيبقى نتيجه قله النوم، هيبقى انا مش هحس بالانسولين اكتر. فانا محتاجه انام عشان احس بالانسولين اكتر، محتاجه انام عشان يديني هرمون النمو، عشان هرمون النمو وانا نايمه مسؤول عن الحرق، مسؤول عن تجديد الخلايا للناس الكبار. تقول لك انا طب انا عايزه ليه هرمون النمو؟ ده للاطفال. لا، احنا بالنسبه لنا تجديد الخلايا واصلاح الخلايا واعطاء عضلات. هتلاقيك انت واحده تقول لك والله انا بقف على الميزان زي ما انا، هتقولي لها لا روحي شوفي عندك في الانبادي، هتلاقي عندك العضلات باحتمال بنسبه كبيره، الدهون احتمال بنسبه كبيره اتحولت لعضلات. فهرمون النمو مسؤول عن الحرق. الكورتيزول لو انا نمت اكيد مش هرتفع، يبقى مش هجوع، يبقى الكورتيزول العالي هيديني طول بطن، وهيديني كمان يعني هيهدم لي العضلات. ده بيحصل اثناء عدم النوم.
فعندي في النوم هينظم لي، لما ينظم لي الانسولين وينظم لي الكورتيزول وينظم لي هرمون النمو، ودول حاجه مهمه جدا. عشان كده انا قلت لكم روتين سريع: الصبح يبقى فيه ضوء شمس مع حركه خفيفه، بعد الظهر يبقى عندي اضافه، ده في اضاءه يعني، بس اضاءه ما تكونش عاليه قوي، او لا، واوقفي الكافيين. الشاشات اللي موجوده في اوضنا يا جماعه، الموبايلات والتلفزيون والحاجات اللي موجوده في اوضنا، ممكن بالليل خرجوها بره عشان هي بتاثر على موضوع جوده النوم. لما اجي اعمل يبقى ليا وقت استيقاظ ثابت. انا بنام الساعه 10 يبقى اصحى الساعه 5، انا ليا من 7 ل 8 ساعات ما ازودش فيه. المحاضر المطبخ بقى في ليه يا حبيبتي قبليها بساعتين، يعني ما تسيبيش المطبخ مفتوح عشان احنا مش عايزين ناكل بالليل. انا بقيت اقفل المطبخ واطلع اقعد فوق. نشرب بقى كوبايه كده زنجبيل او اي كوبايه فيها اعشاب جميله مراميه تحفه، ونبتدي آه، ننام، يعني عشان ناخد كميه هادئه من النوم يعني. الادويه الادويه هي اللي بتزود الوزن. تلاقي واحده تقول لك ايه ده، انا تخنت عشان باخد كورتيزون. الكورتيزون بيتخن، فهي تخنت عشان بتاخد كورتيزون. او بتاخد مضادات اكتئاب، في ناس بتاخد بيبقى عندها اكتئاب وتروح لدكتور نفسي بيديهم ادويه، الادويه دي ممكن تتخن. ادويه السكر ممكن تتخن. مضادات الحساسيه تتخنهم. المحاضرات بتاعت البيتا، خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس. مضادات الصرع تتخن. في وسائل لمنع الحمل بتتخن. يمكن لما بتروح ست الدكتور وتقول يا دكتور انا تخنت، يقول لها انت بتاخدي ايه؟ لكل الحاجات دي اصبح حتى الادويه عندنا يبقى احنا عارفين هي بتتخننا. فاحنا عايزين نقول هنا، انا خلصت الحمد لله، عايزين نقول ان احنا نربط دايما يا جماعه بالفيل جريد. لو انتوا قعدتوا قريتوا الشرايح على مهلكم هتلاقوا ان كل حاجه جوه كل شريحه الفيل جريد فعلا بيحل لي المشكله اللي انا مش عارفه احلها. واللي اي حد لما بيجي يتكلم بيقول لك والله انا عملت كل ما عندي بس انا ما بخسش. انا واحده من الناس كنت كده، اي رجيم بعمله بس ما بنزلش خالص، بالعكس. انا احيانا كنت بعمل رجيم والاقي نفسي زدت عليه، بس انا مش عارفه انا ليه زدت. النهارده بقيت خلاص انا فاهمه انا ليه زدت، ولو اني زمان كنت برضه ببقى عارفه بس عامل نفسي مش فاهمه يعني. انا كده خلصت الجزء بتاع اسباب زياده الوزن. اي حد عنده سؤال يتفضل يسال.